مساكم الله بالخير جميعا. اليوم عندي طبخة حق ديوانية خوالي. هذه اللي تشوفونها اللحم هذا كله أرقاب. طبعا أحلى قطعة بالخروف الرقبة. جربوا وراح تعرفون شنو أقصد. هذه المكونات. الحين الأرقاب هذه أحط عليها ملح وبهارات مشكلة. لما أقول بهارات مشكلة يعني هيل، كركم، كزبرة، كمون، دارسين، كاري، شوي بهار لحم، كل اللي انتو موجود عندكم. لكن انا الشيء الوحيد اللي ما احطه اللي هو اللومي الاسود علشان لا يسود لي اللحم. ملح اللحم من كل صوب، وتالي نحط البهارات المشكلة، وتالي عاد ندعك اللحم عشان تأكد ان البهارات وصلت كل مكان والملح وصل كل مكان. ولبسوا جلافز احسن من دي. انا الجلافز مخلص عندي، وهم ترى غاسل ايدي عدل عشان لا تقولون واللي مودي لهم الاكل ياكلون ورا ايدي. امون عليهم. هني انا حاط بهارات صحيحة، وبحط شوية بصل، وتالي بحط قلاص ماي وبدخل اللحم داخل وبغطيه بالقصدير وادخله الفرن. النار اللي فوق واللي تحت شغالين من 2 لساعتين ونص. عندي هالجدر وهالجدر، حتى الثاني حين بحط فيه بصل. وكذي شوية ماي بس كافي. الحين هناك حط طيبة ماء. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كافي. اللحم كله راح يطبخ من بخار اللحم. البصل راح يزل ماي، واللحم نفسه بعد راح يزل ماي. نصف اللحم كذي بالطريقة هذه. خلي نحط هذا كذي. بسم الله الرحمن الرحيم بالترتيب علشان كل شيء يستوي. وحطيت فوقه بعد بصل، لأن هذا مع البخار البصل راح يعطينا نكهة حق اللحم. ونحط شوية زيت زيتون. نسكر الماعون بالقصدير عدل علشان البخار ما يطلع برا. كذي نسكره. لفوا عليه مرة مرتين علشان البخار لا يطلع واللحم يستوي فيه عدل من 2 لساعتين ونص. وهني عندي شرايح بصل، وبحط شوية دهن ونقلب فيه. ما بي يتكرمل، بس أبي يستوي ويتغير لونه علشان تالي أزين فيه العيش. وكذي تغير عندي لون البصل. الحين بحط عليه زعفران. وحطيت البصل بالمشخال أو المصفاة لأني أبي الدهن هذا حق العيش. هذا الزيت اللي حمست فيه البصل. أحط بصل، ثوم وزنجبيل، وأحط الطماط، وأحط بهارات مشكلة، وأحط معجون طماط علبة كاملة، وأسكر راس الجدر شوي على نار هادية على ما تتسبك المكونات. وبسوي الخلطة اللي بدهن فيها اللحم عقب ما يستوي. عندي زبدة وعسل وصويا صوص المعتدلة ومنقوع الزعفران. الزعفران ماي عادي وماي ورد وزعفران، بخلطهم كلهم مع بعض. زبدة وزعفران وصويا صوص، واحط العسل. طبعا العسل ما راح يحلي لنا اللحم، لكن احنا عادلناه بالصويا. العسل علشان يحمر لنا اللحم. نسيت شغلة بعد، هذا بطل دقوس بنحط منه شوي بس كذي كافي. هذه الصلصة جاهزة. وبعد ما تسبكت عندي المكونات شبنت وبقدونس وكزبرة. ما شاء الله اللحم شلون يستوي ما شاء الله. وهذا الماي شوفوا الماي. هذا الماي الحين أبي أخذه حق العيش، يعني بصفيه الحين وبدهن اللحم بالخلطة. هذا ماي اللحم. شوفوا ما شاء الله ايش كثره. وكذي احمس المكونات. الحين ازيده ماي. من يصير حار احط عليه العيش واكبس العيش بالخلطة هذه كلها. وكذي اوخر البصل اول علشان ادهن اللحم عدل.
والحين بالخلطة هذه نحط على اللحم كله، وتالي ندخله الفرن بس النار اللي فوق علشان يتحمر. والحين نحط العيش، بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا العيش ما شاء الله، وخلص ما شاء الله. شوف بسم الله الرحمن الرحيم، شوف شلون تفلل ما شاء الله. وهذه الأرقاب حطيتها على العيش ما شاء الله تبارك الرحمن. والحين عاد البصل اللي قليناه نوزعه، ونحط المكسرات. وهذا شكل النهائي. وعلى خوالي وربعنا بالديوانية بألف عافية. أنا تأخرت عليهم لأن الفرن خون فيني، لكن كل تأخيرة في أخيرة إن شاء الله. هذا الأكل زين حق المريضين. انك بعد تقول شيء ثاني. شوف والله شلون طيب ما شاء الله. بسم الله. هذه المكسرات راد كلها انت بتاكلها ترى بروحك، لان انا المكسرات ما اسوي الا حقك انت. انا يا بندقوس عاطم بندقوس. شو بسم الله الرحمن الرحيم. شو في مكسرات. ابو حسين سوي مثل يعني من صدقك ابو حسين. زين عيش خالي اكل لي دام. انت طابق تحت الشارع؟ ايه تحت الشارع. شو ايش لاقي انت؟ هذا زرع.